السلام عليكم. انا بجد مش عارفه ابدا منين ولا اقول ايه. بس ضميري مأنبني بشكل مش طبيعي، ومش قادره اعيش في راحه من اللي حصل. يمكن الكلام يريحني شويه، ويمكن الاقي حد يقول لي اعمل ايه، عشان انا تايهه وخايفه من ربنا جدا. احنا 4 بنات، وعندنا اخ واحد بس. هو كل حاجه في حياتنا وسندنا بعد ربنا. عايش برا مصر وعنده 42 سنه. طول عمره بيتعب وبيشقى علشاننا وعلشان امي. عمره ما قصر مع حد فينا ولا قال لا لأي حد يطلب منه حاجة. فكان طبيعي جدا إننا كلنا نبقى عايزين نفرحه ونشوفه مستقر. أمي بقى كانت نفسها تفرح بيه قبل ما يحصل لها أي حاجة، خصوصا إن هي بقى تعبانة ومريضة ضغط وسكر، فكانت خايفة يحصل لها حاجة قبل ما تفرح بيه. وفعلا بدأت تدور له على عروسة بنت حلال، لحد لما لقت بنت مدرسة يتيمة جميلة مؤدبة جدا فوق الوصف. من أول ما شفناها كلنا حبيناها جدا من غير أي مجهود منها. كانت هادية وكلامها قليل ومحترمة بشكل يخلي أي حد يتمناها تبقى في بيته. اتخطبوا، وهو أصلا من أول ما اتعرف عليها اتعلق بيها بسرعة غريبة جدا. كانوا بيتكلموا بعض فيديو كول بالساعات، ضحك وهزار وكلام حلو. وأول مرة أشوف أخويا بالشكل ده كان فرحان جدا بجد. امي كمان كانت بتموت فيها، هي دي بنت الاصول اللي انا هشيلها على راسي. وكانت دايما تقول هي دي مرات ابني ومش عايزه حد غيرها. فضلوا كده بقى حوالي 5 شهور، وكل حاجه كانت زي الفل، لحد لما اخويا نزل اجازه في شهر 8 علشان يتجوزوا. دفعنا المهر وجبنا لها شبكه حلوه وجبنا العفش وعملنا فرح كبير جدا في قاعه فخمه. والناس كانت كلها بتتكلم على جمالها واخلاقها، وكانت فعلا هي دي العروسه المناسبه لاخويا. دخلت بيتنا وكانها واحده مننا بالظبط. في الاول بقى الدنيا كانت حلوه، ضحك وهزار وخروجات مع بعض واكل مع بعض. والبنت كانت بتحاول ترضي امي بكل الطرق، بتساعدها في البيت وتراعي تعبها. بس بعد ما اخويا سافر بقى تاني بعد الجواز، هنا بقى كل حاجه اتغيرت بجد. امي بدات تضايقها على اقل حاجه. مرة الأكل مش عاجبها، مرة طريقتها في الكلام مش حلوة، مرة عشان نزولها للشغل كل يوم. وكل يوم مشكلة من لا شيء. وأنا بقى كنت شايفة كل ده وبحاول أهدي أمي وأقول لها عيب، دي بنت يتيمة وملهاش غيرنا. بس أمي بقى كانت بتقول دي لازم تتربى وتسمع الكلام. أصل هي ما بتسمعش كلام لحد، عايزة اللي في دماغها تمشيه وخلاص. لحد ما الموضوع بقى وصل لمرحلة صعبة جدا. أمي بقى بقت تجبرني إن أنا أتصل بأخويا وأقول له إن مراته بتعمل حاجات غلط. وانا للاسف كنت بسمع كلامها، وكنت بخاف ازعل امي او اعارضها. فكنت ازود في الكلام واهول الموضوع واشوه صورة البنت قدامه. كانت برضو بتتدخل وتغلط فيها من غير ما تشوف بعينيها اي حاجة. البنت كانت بتروح شغلها وترجع مش بتتكلم، ساكتة ومستحملة. بس امي بقى كانت عايزاها تقعد في البيت غصب عنها، مش عايزاها تشتغل وتتحكم في كل حاجة في حياتها. وكل ما البنت تحاول تدافع عن نفسها الدنيا تولع اكتر، لحد لما وصلنا لأسوأ حاجة ممكن تحصل. امي بقى اتهمتها في شرفها بكلام كبير جدا وظلم كبير جدا، كلام ما ينفعش يتقال حتى عن عدوك. وقالت عنها كلام وحش جدا، وطردتها من البيت كمان. والبنت مشت وهي منهارة ومكسورة. واحنا للأسف وقفنا مع أمي ضد البنت دي وكملنا في الغلط. أخويا بقى لما سمع كل ده صدقنا طبعا، وقال طالما أمي مش راضية يبقى خلاص. وبدل ما يسمع من مراته أو يحاول يفهم إيه اللي حصل، طلقها على طول وهي مش فاهمة إيه اللي حصل. كانت رايحة يا دوب زيارة عادية لأهلها، وفجأة لقت نفسها متطلقة ومن غير أي ذنب. من ساعتها بقى وانا مش قادرة انام. كل شوية اتخيل شكلها وهي بتتكسر، وبفكر هي عملت ايه لكل ده. بالعكس دي كانت بتراضي الكل، كانت بتحبنا جدا. دي كانت بتحاول ترضي امي على قد ما تقدر، واحنا اللي ظلمناها. والموضوع كمان موقفش لحد هنا. امي بقى راحت خطبت لاخويا واحدة تانية، وكأن اللي حصل ده ولا له اي قيمة. وانا بقى حاسة ان في حاجة غلط جدا، وان احنا عملنا ذنب كبير. انا دلوقتي خايفة، خايفة من دعوة المظلوم، وخايفة ربنا يحاسبنا على اللي احنا عملناه. لان البنت دي ملهاش اي ذنب، واحنا اللي خربنا بيتها بايدينا علشان نرضي امي. ضميري مش سايبني، وكل ما افتكر ان انا كنت سبب في ظلم انسانة بريئة بحس ان انا مخنوقة جدا ومش قادرة اتنفس. نفسي اصلح اللي حصل حتى لو جزء صغير بس. نفسي اطلب منها السماح، بس مش عارفة اعمل ايه ولا ابدأ منين. قولولي بجد، انا كده اعمل ايه علشان ربنا يسامحني وارتاح؟ وهل في امل ان انا اصلح اي حاجة من اللي اتكسر ده؟